السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد عليكم وربنا يعود علينا الأيام بخير يا رب ويا رب دايما كده الأيام تبقى كلها خير وسعادة وفرحة كده. آه، مبروك لنادي الزمالك وصوله لدور الأربعة في الكونفدرالية. والله الحقيقة احنا يعني أنا مش متخيل الشعور بتاع جمهور الزمالك كله من شهر قبل تصفيات أفريقيا، أو من قبل بطولة أفريقيا يعني، و بعد انتهاء البطولة والعودة لمعترك الدوري والأفريقيا على النقيض تماما. معلش أنا عذرا عندي برد شوية. الحقيقة الفترة دي والفترة دي الجاب اللي بينهم ده، جمهور الزمالك كله كان فاقد الامل، لان كان الفريق وصل لدرجه الانهيار، وابتدى يتعداها كمان، يعني ابتدى يتعدى الانهيار. سبحان الله. مجلس خد الزمالك، ومحسن بيه بتاع الاهلي راح راكبه، والخطه ممنهجه بتوقيتات معينه ازاي الزمالك يبقى اسماعيلي واولمبي وكروم ومصنع 36 والميه والترام. تخيلوا، تخيلوا، كانت دي الخطه اللي المفروض الزمالك يخش فيها عشان ينزل حرب، حرب على الزمالك. عارفين القوس، عارفين شعار الزمالك القوس والسهم والفارس اللي بيضرب السهم ده اللي نقى الشعار ده، نقى صح. اللي نقى الشعار ده واخترعه خلاه صح، صح جدا، لان الزمالك طول عمره بيتحارب وطول عمره فارس، وعمال يضرب بالسهم يدافع عن نفسه، بيدافع يعني، هو وضعه حتى وضع المدافع. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، بيتحارب من كل حاجة، من كل حاجة، من كل جهة، حتى وصلت لمرحلة اللي ماسكه هو اللي بيحاربه، اللي ماسكه هو اللي بيحاربه. تخيل لما يبقى نادي في جميع الألعاب، في جميع الألعاب واقع خالص، طايرة وسلة ويد وتنس طاولة، الألعاب اللي هو كان لما يكون في إخفاق في الكورة بنلاقي تاني يوم دوري اليد، دوري الطايرة، دوري السلة المرتبط، إفريقيا، كأس العالم للأندية. تخيل فجأة في يوم وليلة، في يوم وليلة، مش مثلا في سنة سنتين، في يوم وليلة كل ده ينزل، كل ده ينزل، والملف بتاع الصالات دي كلها مع واحد كان لعيب كرة يد، ورئيس المجلس بتاع نادي الزمالك كان لعيب كرة يد، وفي واحدة من المجلس ناير الأحمر كانت لعيبة كرة يد. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، تخيلوا فريق كورة، فريق كورة لما يخش في منهجة معينة علشان الكورة تنتهي من الزمالك خالص. وانتوا عارفين ان الزمالك هي كرة القدم، مهما كسبت بطولات سلة طب ما هو سبورت بيكسب سلة على طول، والجزيرة والاتحاد، انما في كرة القدم يبقى خلاص ما فيش لا اتحاد ولا جزيرة ولا سبورتنج. نادي الزمالك يعني كرة قدم، نادي الزمالك يعني كرة قدم. وفجأة من ضمن السياسات اللي اتبعوها خلاص، ان ايقاف قيد ما يتفكش، ايقاف قيد ما يتفكش، ايقاف قيد ما يتفكش. كم ايقاف قيد؟ 12 ايقاف قيد. تخيلوا. هل 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 وضع الزمالك بالمنظر انا اسف عذرا، هل وضع الزمالك بالمنظر ده بينبئ عن حاجه متوسطه، او حاجه تحت المتوسط ممكن الزمالك يكتسبها السنه دي؟ لا. جمهور الزمالك، جمهور الزمالك نفسه خلاص، اللي شايل نادي الزمالك
ما احنا قلنا قبل كده يا جماعه نادي الزمالك بعد ربنا سبحانه وتعالى في الحرب اللي بتدور عليه ديت كلها من سنين جمهوره شايله، ما يخلوش يقع ابدا، مهما يجي يقع تلاقي جمهور شايله بعد حمايه ربنا سبحانه وتعالى. نادي محترم، نادي نظيف، نادي بس مشكلته كلها ان اللي بيحاربوا ولاده، اللي بيحاربوا مش ولاده بقى، ما اولاده للاسف، ما هو دول ولاد الزمالك اللي ماسكين الزمالك دلوقتي، بدايه من ممدوح عباس، مرتضى منصور، مرتضى منصور، ممدوح عباس، ممدوح عباس، مرتضى منصور، لجان جت ومشيت، وحسين لبيب لجنه سنه ويرجع مرتضى منصور وحسين لبيب تاني. تخيلوا، تخيلوا ان السنتين اللي مسكهم حسين لبيب بتوع اللجنه المؤقته اللي كان ماسكها في نادي الزمالك، الزمالك ياخد بطولتين دوري سنتين ورا بعض. في الفتره اللي مرتضى منصور كان بيمشي فيها وكان بيتعزل كان الزمالك بياخد الدوري. تخيلوا، تخيلوا. علشان كده يا جماعه بطوله الدوري بالنسبه لنا لما بناخدها تبقى 10 بطولات، لان احنا ما بنكسبش ملعب بس، بنكسب ملعب وبره ملعب، بنحارب حكام، بنحارب لجنه اتحاد كوره قبل الرابطه، بنحارب رابطه، بنحارب رابطه، بنحارب سوشيال ميديا. اللي انا عايز اقول لكم عليه ان الزمالك مش عايزينه يبقى مع الاهلي، عايزينه يبقى في حته بعيده تانية خالص. وابتدت الاعلام بقى يكبر البالونه دي، الزمالك في حته بعيده خالص، الاهلي ده حته تانية خالص. مفيش مقارنه بين الاثنين. الجمهور 1-12، 1-12، يا سلام. طب اديك شفت الجمهور كله، اديك شفت الجمهور عامل ازاي. ولما زلت بقول ان جمهور الزمالك في مصر والوطن العربي وافريقيا اكتر من الاهلي. في مصر، في مصر ممكن يكون اكتر شويه، لان اللي مكتر الشويه دول شويه العيال الصغيره وشويه الفئه الغير متعلمه اللي هي اغلبيه جمهور الاهلي منها. اغلبيه جمهور الاهلي الثقافات الضعيفه والمستويات الطبقيه السفلى ماشي في المجتمع المصري. الغالبيه مش كله، والاقليه ناس محترمه منهم صحابي ومنهم اهلي وكم وشخصيات كبيره في الدوله وشخصيات كبيره في مناصب محترمه ومثقفه. تمام. انما الزمالك الغالبيه العظمى بتاعته هي الناس دي، ناس مثقفه والطبقات الراقيه في المجتمع، وتلاقيهم مختفيين وتفوجئ بعد عشره مثلا 3 4 سنين ان ده زملكاوي. طب انت يا عم زملكاوي بس قرفان بقى والحل اللي فيه الزمالك مش عاجبني، انما زملكاوي. تخيلوا، تخيلوا لما تطلع الوطن العربي، الخليج ماشي 3/4 زملكاوي، السعوديه في الجنوب زملكاوي. تخيلوا. خد بقى الكويت بقى وفلسطين والعراق والاردن وايه تاني، والعراق والاردن والبحرين. لا البحرين فيهم اهلاويه كتير يعني. قطر فيها زملكاويه كتير جدا يعني. اللي انا عايز ليبيا زملكاويه. تمام، ليبيا زملكاويه كلها. فاللي انا عايز اقول لكم عليه مش هتعرفوا تعملوا حاجه مع نادي الزمالك، لان عنده حمايه ربانيه لوحدها. وبعد كده يجي جمهوره، وبعد كده يجي جمهور الزمالك العظيم اللي انا ما شفتش زيه. والله ما شفت زيه، والله العظيم ما شفت زيه. ولو حد من حضراتكم حتى مش الزملكاويه اللي ملوش في الكوره او الاهلاوي لو عايز يجرب يروح يقعد في وسط الجمهور ده ماتش بس بسبيل التجربه، مع اعصر على نفسك ليمونه كده يا اهلاوي وروح اقعد مع الجمهور ده. شوفوا احنا يعني شوف هتحس بايه. جرب نفسك خالص، انت اكنك واحد لسه داخل الاستاد جديد. شوف الجمهور ده هتشعر معاه وانت قاعد بايه. والحمد لله ان ربنا كرمني، وانا قعدت مع الجمهور ده في كل حته. قعدت معاه في الدرجه الثالثه، وقعدت معاه في الدرجه الثانيه، وقعدت معاه في المقصوره وفي اولى يمين وفي اولى شمال. كل مكان من دول ليه حياته وليه رتمه الخاص. لما تقعد فيه لا جمهور غير غير يعني يا جماعه غير طبيعي، جمهور غير طبيعي، جمهور غير طبيعي. خليك تسافر اخر الدنيا عشان تقعد معاه.
فاللي بيحصل دوت حمايه ربانيه، حمايه ربانيه. احنا قلنا قبل كده الزمالك ما بيقعش، ما بيقعش. اعلام، سوشيال ميديا، كيد في الزمالك، وزيزو راح الزمالك، وزيزو مش راح الزمالك، وزيزو اصل ايه، واصل بيحضر التاشيره، واللي ويطلعوا طلعوا لسانهم ويضحكوا عليه، اللي زيزو يا زيزو مش عارفه ايه، ويروح جايب لك اعلان زيزو مع بن شرقي، خلاص، مع امام عاشور. هو ما خدش منك امام عاشور ولا خد منك بن شرقي، انما خد منك زيزو، انما بيجيب لك الثلاثه جنب بعض. يقول لك ادي اهو الزمالك بقى عندنا انما هو مد ايده في كرشك وجاب زيزو من جوه، غوى اللاعب. ودلوقتي بيغوى امام اسمه ايه ده، حسام عبد المجيد، يغوى اللي يغواه، لان احنا عندنا مجلس تحول الى مجموعه نسوان. محسن بيه راح راكبهم وقال لهم تعالوا يلا عشان في 1 2 3 4 وعلى الله، وعلى الله ما تنفذوش غير اللي انا بقوله. في ايقاف قيد، ما تدفعش حاجه من جيبك، ما تفكش القيد. يروح جاي موضوع حباس فاكك مره. بالمناسبه اللي هو اساسا طول ما هو موجود على وش الدنيا ربنا يديله الصحه، يعني انه بعيد عن الكوره. الزمالك مش هيشوف خير، يعني مش يعني اخر وقعه هي الزمالك من انبي. كان الكيرف نازل، طبيعي الكيرف كان نازل، لكن هو تدخل وبقى يدي فلوس اللعيبه، وابتدى يميز لعيبه عن لعيبه، وقعد عمل لهم عشوه مش عارف سحور في رمضان ولا مش عارف ايه وكلام من ده، والتاني يوم الزمالك اتغلب من انبي. تخيلوا. فطول ما ممدوح عباس موجود ومرتضى منصور موجود، الدنيا مش هتبقى احسن حاجه في الزمالك. ومع ذلك خلاص لقينا الزمالك فجاه بعد بطوله افريقيا فجاه تحول الى حاجه تانية خالص. لعيبه اشبال جايه من تحت، اللي عايز يتباع بيع ناصر ماهر يا عم ودي لعيبه فلوسها، اللي عايز يمشي، اللي عايز يروح الاهلي اهلا وسهلا يا ريت. ده زيزو راح الاهلي خلاص خربها، وامام عاشور من قبليه، ما يلا بالسلامه يا قلب انت وهو. وفجاه الزمالك بقى زي ما انتم شايفين دلوقتي، ربنا بسم الله ما شاء الله. واحنا مش منتظرين، خلي بالكم، احنا مش منتظرين حاجه، احنا بس حقنا بيجي لنا واحنا قاعدين زي مكاننا زي ما احنا قاعدين. ادي زيزو، وادي بن شرقي، وادي امام عاشور اللي طالعين في اعلان من 5 6 اشهر، واللي يقول لك انا هدافع، ماسك زي محامي كده ولابس نظاره، وانا هوزع وانا هفرق وانا هعمل ايه. يلا يا عم مبروك عليك الفلوس اللي دفعتها في زيزو، وان انت تلغى مخه وتخليه يسيب الزمالك عشان تاخده ببلاش علامات محسن بيه كده. مفيش قيد يدفع، اللعيبه تمشي، الزمالك ينهار، سله طايره تنس كل حاجه، اللي انا اقول عليه يمشي، فلوس كهرباء بالمصري، وهم زي نسوان والا مصالحهم هتقف. ده لدرجه ان اتحاد الكوره الكاس ده بتاع اتحاد الكوره مش بتاع الرابطه، يطلع قرار ان الجمهور ممنوع من دخول الماتش بتاع الزمالك وسيراميك. طب ليه يا عم؟ حد قال لي؟ طب حد فيكم يعرف ليه؟ حد من حضراتكم فيكم يعرف ليه؟ طب حد في السوشيال ميديا يعني سأله هو ليه من غير جمهور؟ ولا إجابة. مفيش حد من فطاحل السوشيال ولا فطاحل الفضائيات عرف يوصل لحد في اتحاد الكورة ويقول له ما سبب عدم وجود جمهور الزمالك في ماتش سيراميكا في الكاس. حد طلع سأل حد؟ طب حد قال لنا يا جماعة والله أنا مش عارف هو ليه من غير جمهور؟ ما حد، ما خلاص ممنوع تسأل وممنوع تحفر وممنوع ترد على حاجة زي كده. هو من غير جمهور عشان الزمالك يخرج من الكاس، لان الاهلي خرج من الكاس لغايه ما جينا بطوله افريقيا دي ما فيهاش بقى محسن بيه خلاص. فحضرتك بره ثالث الدوري، بره الكاس ثالث الدوري، بره افريقيا، دي السنه الثانيه على التوالي. ايه رايكم بقى في انتقام ربنا؟ ايه رايكم في حمايه ربنا الربانيه، الحمايه الالهيه دي اللي هي ما حدش عارف جايه منين؟ ربنا يحمي نادي الزمالك
ربنا بينتقم من اي ظالم، مش في اي مجال. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. دي هتقول لي دي كوره يا عم، انت ايه دخل الايات القرانيه وهي مش، لا 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 لا، ما الكوره فيها ظلم. اي مكان لظالم، اي مظلومه بتحصل، ربنا بينتقم. ربنا بيقول لك تعالى اهو خد. يعني ده يا راجل، ده المدرب اللي جايبينه، تخيلوا. يعني شوفوا زيزو فلوسه اللي خدوه ببلاش من الزمالك ادوا له عليها قد ايه. المدرب ده هيهبش منهم قد ايه؟ المدرب ده هيهبش منهم مش اقل من 200 مليون جنيه. تخيلوا. زيزو نفسه لما يجوا يبيعوه، ما هو زيزو ده كان جايب في الزمالك 6 مليون، جاله 6 مليون دولار، يعني 300 مليون جنيه لما كان ساعتها الدولار ب 50. الاهلي خده ببلاش. طب انت دلوقتي يا اوف فند، انت اللي اسمك زيزو، لما تيجي بقى دلوقتي حد يشتريك ويسعرك، في حد هيعبرك بقرشين كده زي اللي بيقولك وانت في نادي الزمالك؟ ده دلوقتي لو حموا فكروا يبيعوك عشان يخلصوا من همك، ماشي، مش هتجيب مليون دولار، مليون ونص، 2 مليون. تخيل عشان مستواك بقى عامل ازاي. محمد علي بن رمضان اللي قعدوا برضه يغزونا بيه برضه فتره كده قبل ما يجيبوه، وجي عمل ايه محمد بن رمضان؟ بن شرقي اللي الزمالك كان عايز يشتريه وعايز ياخده، وهو كان مستني الزمالك، ولولا محسن بيه برضو اللي ادى تعليمات بلاش بن شرقي، خلاص، وابتدى هم يفتكسوا في الفلوس اللي خدوها من ممدوح عباس، وعايزين يدوا له 700 الف دولار وياخدوا الباقي يسدوا بيه قيد. ماشي، الواد راح الاهلي، الاهلي ما خدوش مننا، لكن هو جايبه لك انت عشان يغيظك. ادي يا بن قلبي، بن قلبي ادي بن قلبي يا عم، ادي بن قلبي يا عم اللي جاب جون في الزمالك، والكره نازله وهي نازله على صدره، ماشي، راح متدحرج على ايده وشاطها جت جون، واتحسبت جون بالحكم الاجنبي المعرض. اجنبي معرض لانه بياخد القرشين وبيتجامل وهو قاعد في بيته قبل ما يجي الماتش. ما هو ده يا جماعه فرقه، نادي ما يعرفش يبقى بطل الا لما يفرغ اللي حواليه ويقصقصهم. انتقام ربنا ولسه. وبعيد عن الزمالك انه ياخد دوري مش مهم. الماتش الجاي بتاع افريقيا غالبا هيبقى نهضة بركان. نهضة بركان ولا ايه؟ نهضة بركان باين. لا مش نهضة بركان، الجيش الملكي. الجيش الملكي مغربي ولا مين؟ لا سوري، شباب بلوزداد. فرقة جامدة وممكن تخرج الزمالك، بس انا عندنا ثقة في الله وفي اللعيبة بتاعتنا وفي كابتن معتمد جمال اللي يتعمل له تمثال. خليكم انتوا بقى في المكادة بتاعتكم، وخليكم انتوا في القرف اللي انتوا ماشيين فيه. وطول ما في نادي اوحد هو اللي لازم ياخد البطولات كلها، هتبقى مصر ما فيهاش كوره تاني. انتوا اللي خاربين الكوره في مصر، وانتوا اللي مزودين اسعار اللعيبه في مصر، وانتوا اللي مخلين كل نادي من الانديه يطلب في اللعيب بتاعه الشيء الفلاني، خلاص، وتاخدوهم تقعدوهم على الدكه. الجزار اخباره ايه؟ بقاله قد ايه ما لعبش؟ 6 اشهر قاعد على الدكه عشان الزمالك ما ياخدوش. عرفتوا تعملوا ايه؟ ما بتجيبوش اللي انتوا عايزينه، لا انتوا بتجيبوا اللي الزمالك عايزه. عشان كده مش عارفين تجيبوا مهاجمين. مبروك عليكم الوكسه اللي انتوا فيها، مبروك عليكم الوكسه السوداء اللي انتوا فيها، خلاص. ومبروك نادي الزمالك النهارده تأهل، ماتش عالي جدا، ماتش محترم قوي. كان في تحفظ، خلي بالكم يا جماعه، الكابتن معتمد جمال طريقته، هو كان سيرد باك، طريقته كلها ازاي امن دفاعاتي الاول، وازاي يبقى انا متامن في منطقه تلت ملعبي، وبعدين افكر استحوذ واجيب اجوان. والله الفرقه اللي قدامي لو فرقه على قدها بتلاقي الضغط العالي على طول. فرقه تقيله قدامه بيبتدي ان هو يامن الاول، ومش لازم ابقى مسيطر على طول. ممكن
ابقى اندفاع كويس وفي تلت ملعبي، ولما واصطاد المنافس دوت لما يجي لي. وده اللي ده اللي عمله النهارده مع فرقه زي دي، لان الفرقه دي خطر. الفرقه دي كسبانه مش عارف الشباب بلوزداد ولا ايه، كسبانه 4 حاجه، 4-1 4-2 حاجه زي كده يعني، وطلعت تاني مجموعتها. الجيش الملكي باين، لا شباب بلوزداد، شباب بلوزداد. خلاص زي النهارده كده، هو لعب 4-2-3-1. لعب محمد شحاته في القلب، هو وفتوح وقدامه عبد الله السعيد. خلاص. كان تبادل رقم 6 مع البلاي ميكر ما بين فتوح وعبد الله السعيد. تمام. والحقيقه النهارده بزيره وعدي وناصر منسي. ناصر منسي كان له دور مهم جدا 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 في تفريغ اماكن للقادمون من الخلف، ومنهم عدي الدباغ. دوره حلو قوي النهارده، قوي قوي، مميز قوي قوي قوي. ازاي بيخلق مساحه، ازاي بيخلق فرصه، ازاي يستغل فرصه. فتوح برضو مع عبد الله سعيد النهارده. عبد الله سعيد كان ماتش عالي جدا 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 جدا. فتوح كنا بنلاقي كده لما حد يخستع فيهم التاني يخش مكانه، واحد يخستع التاني يخش مكانه، وفتوح ما بيخستعش طبعا، كان عبد الله السعيد يعني. طبعا بزيرة، اخوان بزيرة ربنا يحميه يعني. الحمد لله رب العالمين. الزمالك النهارده المقومات كلها كانت مؤهله انه يفوز. حتى الجون اللي جه في الاخر ده، مش عارف الواد محمد صبحي ماله ومال الولد دوت يعني. الولد ده هو اللي جاب الجون تقريبا فينا من شوطه. برضه هم بيشوطوا كويس جدا، الشوطه اللي على البال وعلى الخاطر. برضه لو ما كانش فيه جون تاني للزمالك، كان الزمالك دخل بقى في بلالتيات ومش عارف ايه يعني. مبروك لنادي الزمالك، ربنا يزيدكم غم وهم وقرف وحزن. ربنا ينكد عليكم في الاعياد وفي المواسم، ربنا ينكد عليكم في الاعياد وفي المواسم، ويزيدكم من غضبه. اعظم نادي في الكون، اعظم نادي في الكون وفي الهون ومن المون. شد السيفون يا عم، شد السيفون يا عم ونام يا عم، شد السيفون ونام يا حبيبي، مش هتعرف تعمل حاجه. والرابطه هي ده انت لسه، ده احنا قلنا الحرام بياكل الحلال، ده انت لسه واخد دوري سرقه. الرابطه قراراتها محصنه. ده رئيس جمهوريه بتاع اخوان مسلمين، ما عرفش يعملها، لما عملها مشى. يعني ايه قرار محصن؟ ايه قرار محصن وخلاص كده تبقى كل حاجه للاهلي قرار محصن؟ وطبعا الاتحاد الدولي طبعا قال لك ايه لعب العيال ده؟ مش قرار محصن يا عم، خلاص يا عم، يلا يا عم، قرار محصن قال بلا وكسه. اهو الدوري خد في وشه افريقيا، مش انت خدت دوري؟ وادي افريقيا، وادي افريقيا. لا وايه، ومتهيأ لك ان بيراميدز يطلع بره. تمام. وان شاء الله هتقدر على الصن داونز اتنيل. الزمالك كبير، هيفضل كبير قوي 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 قوي، هيفضل عظمه في زورك، هيفضل عظمه في زورك انت، حتى لو ما خدش ولا بطوله، حتى لو معاه 14 دوري بس بالحلال، بالعرق. مبروك لنادي الزمالك، الف 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 مبروك لنادي الزمالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.